هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ عامله معاكم النهارده طاجن لحمه خطير. لو جربتيه مره هتعمليه 100 مره. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمه، ومعاها ماسوره غسلتها كويس جدا وتكون متصفيه من ميتها خالص. وهنزل بقى معايا هنا حله بتغلي فيها ميه، يعني بتغلي. هنزل بالماسوره وباللحمه بتاعتي. انا الطاجن ده هسلق فيه اللحمه 3 ارباع سوا الاول. خلاص. مش هحط اي حاجه في الشوربه. على ضمانتي بقى، عايزه تشربي شويه شوربه حلوه اعملي اللي انا هقولك عليه ده. انا هنا جايبه بصلايه متقطعه صغير، وطماطمايه وجزرايه. واحط بقى التوابل بتاعتي من كل حاجه معلقه صغيره. فلفل اسمر 7 بهارات، حطيت لورا، حطيت قرنفل، حبهان مفتوح، عود قرفه، شويه مستكه. وقلبي الكلام ده كله كويس. طبعا مش هنحط ملح، الملح في اخر السوا خالص. قلبي الكلام ده كله كويس. ومش هحطه غير لما الشوربه بتاعتي تنضف خالص من الريم بتاع اللحمه. طبعا عارفين ان اللحمه بتخرج الريم بتاعها هي والماسوره. بشيله كده عندي بمصفى. اهو هنضف شوربتي خالص خالص. اهو شايفين بقى كده شوربتي بقت بيضه. طبعا الخلطه بتاعت البصل والطماطم دي قعدت بتاع ربع ساعه كده ولا حاجه. طبعا كلها اتخلطت مع بعض وريحتها خطيره. اشربي بقى شوية شوربة، أطعم شوربة تشربيهم بالطريقة دي، وهتدعيلي إن شاء الله عليها. هنيجي بقى هنا للخضار بتاعي بتاع الطاجن. بصلتين كده حلوين ترانشات، فلفل رومي وواحد حامي، طماطمايه شرايح، فلفل ألوان، جزر، فصين توم. خلاص. هاجي هنا في حلة، هحط معلقتين زيت، وهنزل عليهم بالبصل. هشوحه تشويحة بسيطة، مش عايزاه يدبل ولا ياخد لون. هشوحه تشويحة بسيطة. وبعد كده هنزل عليه بالخضار بتاعي، اللي هو بقى الطماطم والجزرية الصغيرة والفلفل الأصفر والثوم والفلفل الأخضر والحامي. بعد ما يتشوح هنزل عليهم بمعلقة صلصة طماطم والملح والفلفل وسنة كاري وشوية بابريكا، بس عشان بس الخضار بتاعي يبقى متبل كده وطعمه حلو. هقلب الكلام ده كله كويس. هاجي بقى هنا عندي طاجن سخن، طاجن بتاعي، او ما عندكيش طاجن اعمليه في بايركس. هنزل بنص الخضار بتاعي من تحت. خلاص. وبعد كده بقى هنزل اللحمه استوت 3 ارباع سوا. هشيل بقى اللحمه كده، هنقضها من الشوربه وهحطها كده رصها في الطاجن. اه شايفين الطاجن بيغلي بسرعه ازاي؟ عشان هو سخن. لان الطاجن عامه بياخد وقت جامد عقبال ما بيسخن. فانا اوريدي سخن والخضار بتاعي سخن فهيغلي على طول. حطيت اللحمه وهنزل عليها بقى بباقي كميه الخضار. خلاص. والحله اللي انا عملت فيها الخضار دي هحط فيها معلقتين شوربه، عشان حرام ناخد البهاريز اللي في قلب الحله دي. معلقتين شوربه كده، وهنزل بقى عليهم في الطاجن عشان ده صوص عشان يسوي لي بقى بقيه اللحمه مع الخضار. هقفل بقى عليها بالفويل واسيبها بقى في الفرن لمده تقريبا يمكن نص ساعه. اللحمه بقى هتطلع دايبه، والصوص كده بقى داخل فيها وهتبقى خطيره. بجد ريحته فظيعه وجميل جدا. اهو شايفين بقى، هنا كده بيغلي. خلاص بقى هشيل بقى انا هنا الفويل من عليه، وهفتح عليه الشوايه بقى ياخد لون ويبقبق كده ويبقى طعمه خطير. قدميه بقى مع رز بشعريه، رز ابيض. شايفين جماله؟ جربوه ان شاء الله هيعجبكم. باي باي.